السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. كان احدهم قد سأل استاذنا المهندس محمود سعيد حفظه الله. سأله قال له مهندس الميكانيكا اللي عنده خبرة 5 سنين في امريكا بيعمل كام؟ واللي عنده خبرة 20 سنة في امريكا بيعمل كام؟ حضراتكم المهندس محمود سعيد جاوبه. قال له إن المهندس عامة اللي عنده خبرة في أمريكا 5 سنين بيعمل 80 إلى 90 ألف دولار السنة. ده طبعا قبل الخصومات والضرائب. واللي عنده خبرة 20 سنة بيعمل 200 ألف دولار السنة. حضراتكم أحب ألفت نظركم لحاجة مهمة جدا، إن في أمريكا شغلانة المهندس زي شغلانة السباك، لازم بعد التخرج تشتغل 5 سنين دوام كامل في مكان معين، ويكون مدفوع الأجر الدوام الكامل اللي هو على الأقل يعني 40 ساعة شغل في الأسبوع. وبعد ال5 سنين دول ساعتها هيبقى مسموح لك انك تخش امتحان الولاية عشان تحصل على رخصة مزاولة مهنة الهندسة. فعشان بس تحط رجليك في الامتحان ده وتمتحنه، لازم واحد يشغلك 5 سنين بعد لما تتخرج كمهندس. وطبعا في مهندسين ربنا بيكرمهم ويلاقوا شغل في مكان كويس بمرتب كويس، ولكن في للأسف الشديد بيشتغل مع واحد بيستغله وبيدفع له فلوس قليلة في خلال ال5 سنين دول، لأنه عارف أنه محتاج أنه هو يشتغل 5 سنين كمهندس قبل ما ياخد امتحان الرخصة. فطبعا هو عارف كده. ففي اللي من المهندسين والسباكين بيتعرض لاستغلال من صاحب العمل. لو انت خلصت ال5 سنين وخدت امتحان الرخصة ونجحت فيه وخدت رخصة مزاولة المهنة للولاية اللي انت عايش فيها، مرتبك فعلا هيبقى زي ما أستاذنا المهندس محمود سعيد قال، هيكون ممكن 80 إلى 90 ألف دولار السنة. ممكن كمان يكون أقل شوية، ممكن يكون 70 ألف. بس فرصتك في إنك تلاقي شغلانة كويسة بتكون أفضل من فرصة اللي هو ما كملش ال5 سنين وما خدش الرخصة. طيب 80-90 ألف دولار هل دول هيخشوا جيبك؟ لا، مش هيخشوا جيبك. اللي هيخش جيبك منهم بعد الضرائب والخصومات ممكن يكونوا حاجة في حدود، بقول في حدود 50 ألف دولار السنة، أقل شوية أكتر شوية، يعني إيه لا تؤاخذوني في ذلك، لأن موضوع الضرائب ده موضوع كبير، ويعني موضوع لوحده. فخلينا نقول ان 80-90 ألف دولار السنة دول مش هيخشوا جيبك. دول لو انت مهندس في امريكا عندك خبرة 5 سنين وبتعمل 80-90 ألف دولار السنة دول، هيخش جيبك منهم في حدود 50 ألف دولار السنة. فده كان تقييم تقريبا صحيح من المهندس محمود سعيد. ولكن هل اللي بيشتغل اللي عنده 20 سنة خبرة في أمريكا كمهندس بيعمل 200 ألف دولار السنة؟ الكلام ده غير صحيح. الكلام ده يا أخوانا غير صحيح، لأن انت مع الأقدمية والمهندس اللي هو سينيور انجينير، او اللي هو المهندس ذو الخبرة اللي بقاله 20 سنة او سنين طويلة، ده حضراتكم بيعمل ممكن 100 ألف دولار السنة، 110 ألف دولار السنة، 120 ألف دولار السنة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيخش جيبه بعد الضرائب والخصومات حاجة ما بين 50 إلى 60 ألف دولار السنة تقريبا.
فال100 ولا ال110 ولا ال120 ألف دولار دول مش هيخشوا حتى جيبه. هل في اللي بيعمل أكتر من 120 ألف دولار السنة؟ هقول لكم قليل. على قد ما بتطلع فوق ال120 ألف دولار طبعا عدد المهندسين اللي هم عندهم خبرة 20 سنة بيعملوا فوق ال120 ألف دولار قليلين. ما بقولش انهم مش موجودين، موجودين بس قليلين. واللي بيعمل 200 ألف دولار السنة زي أستاذنا المهندس محمود سعيد دول نادرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وطبعا لكل مجتهد نصيب. أنا فاهم دي. فبقول لحضراتكم إن المهندس اللي عنده خبرة 20 سنة نادرة منهم اللي بيعمل 200 ألف دولار السنة ويخش جيبه منهم في حدود 100 ألف دولار السنة أو حتى أقل. فاللي بيعمل فالمهندس اللي عنده خبرة 20 سنة يا أخوانا بيعمل حاجة ما بين 100 إلى 120 ألف دولار السنة، حاجة في الحدود دي. ما فوق 120 ألف دولار ل 200 ألف دولار انت بتتكلم بقى ايه عن قلة قليلة، زدت اكتر قلة اقل، وصلت لل 200 ألف دولار السنة. دي نادرة معايا حضراتكم. طبعا ما بتكلمش بقى عن اصحاب الشركات. صاحب الشركة ده بيزنس مان، ده قصة تانية خالص معايا حضراتكم. واللي بيعمل 200 ألف دولار السنة ده بيكون شغال في شركة كبيرة جدا أو شركة عملاقة في الغالب. مع خبرة 20 سنة ممكن يعني نادرة منهم اللي تعمل فلوس دي. ولكن على المستوى العام المهندس ذو الخبرة مرتبه ما بين 100 وال120 ألف دولار، يخش يجيبوا منهم ما بين 50 إلى 60 ألف دولار السنة. أرجو أن الصورة تكون وضحت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.